على السلامة يا أستاذة. صباح الخير يا رب. صباح الخير يا سامي. الحمد لله على السلامة. انتوا مش وصلتوا أول امبارح؟ ما جيتيش امبارح ليه؟ بصراحة قلت آخد أجازة أرتاح شوية قبل ما نيجي المعجنة اللي إحنا فيها دي. قولي لي، قابلتي نبيل؟ لا ليه؟ ما عرفتيش توصلي له؟ عديت له ألمانيا الغربية، رحت له لحد البيت اللي هو ساكن فيه ما لقيتوش. البواب قال لي على عنوان الشركة، رحت الشركة وسألت عليه قالوا لي سابها ومشي. مشي راح فين؟ محدش يعرف. هو أستاذ فريد ما جاش؟ ده جه امبارح وعمال يحكي ويتحاكى على المعرض واللي حصل في المعرض. بالحق ده ساب خبر انك اول ما توصلي لازم تروحي له مكتب الاستاذ مختار. الحقيقه يا فندم ساميه ابدعت بالاطروحه بتاعتها، مفيش حد ما اتكلمش عليها. الحمد لله على السلامه يا سامي. بنت حلال، انا لسه كنت بتكلم مع الاستاذ مختار عن الندوه بتاعتك، وانها كانت واحده من اهم الندوات اللي اتعملت على هامش المعرض. بلاش مبالغة يا أستاذ فريد. مبالغه ايه يا ساميه؟ دي الحقيقه. الاطروحه بتاعتك كانت شيء بديع، وطريقه القائك ليها لفتت انتباه الكل، خصوصا منظمي النشاط الثقافي. عشان كده يا استاذ فريد عايزك تعمل لنا تلخيص لنشاط المعرض والندوات الثقافيه اللي انعقدت هناك عشان ننزلها في العدد اللي جاي. ان شاء الله بكره الصبح تكون جاهزه يا فندم. بس من بعد اذن حضرتك انا عايز الانسه ساميه معايا في التحقيق ده، واسمها ينزل عليه طبعا جنب اسمي. خلاص يا سامي، شوفي ايه اللي ممكن تساعديه بيه. حاضر يا فندم. بعد اذنك يا فندم. يلا يا سامي. لا سيب لي سامي، انا عايزها شويه. حاضر يا فندم. انا مستنيكي في مكتبي بعد ما تخلصي مع الاستاذ مختار. بعد اذنكم. فريد قال لي انك تهت هناك وان ميعاد الندوه كان هيروح منك. هو حكى لك؟ ايوه، قال لي انك ركبت اتوبيس غلط وانك فضلت تايهه طول النهار. ايه اللي حصل فعلا يا سامي؟ ولا حاجة. كل ما في الموضوع ساميه، الموضوع ده ليه علاقه بنبيل؟ قابلتيه؟ لا. امال ايه اللي حصل؟ هحكي لك كل اللي حصل بالظبط، بس ممكن توعدني انك ما تقولش حاجة لماما.
لويس جولدمان. رؤوف، عبد الخالق، هتيجوا معايا في العربية وانت هادي تروح على بيت فريدريك. أول ما يتحرك تبلغني. يلا بينا. يلا بسرعة، عاوزين نفضي المكان في أسرع وقت. هو ده فريدريك؟ أيوة هو يا شيرلي يا حبيبتي. الاقيه فين؟ هتلاقي مكتوب عندك عنوان الشركة اللي بيشتغل فيها وكمان عنوان بيته. والعنوان التالت ده؟ فين؟ ده عنوان كافيتيريا صغيرة بيفطر ويتعشى فيها. الساعة كام؟ هو ايه اللي الساعة كام يا شيرلي؟ بيطفح فيها الساعة كام؟ هو مش متعود يصحى بدري، يعني بعد نص ساعة أو ساعة بالكتير هتلاقيه هناك. شيرلي، انت ناوية تنفذي العملية هناك يا حبيبتي؟ لا، بس احب اشوف الفريسة بتاعتي وجها لوجه قبل ما. ثانك يو ايزاك. أيوة هادي. يا فندم، فريدريك خرج من بيته يا فندم. رايح على فين؟ تقريبا كده راح الكافيتيريا اللي بيفطر فيها. خليك وراه، لو غير طريقه بلغنا. جه يا فندم. فريدريك وصل الكافيتيريا يا فندم. خليك عندك، احنا جايين لك حالا. عبد الخالق، بينا. Hi Zaza. Hi Frederic. حضري لي الفطار. Okay. Guten Morgen. هاي. You American. Me love America. We love America. Sorry, I have to go now. ليه؟ ما لسه بدري. I really have to go. Bye. سيد عادل، بص. دي ايه اللي جابها هنا دي؟ اكيد جاي تقابل فريدريك. تقابله بتاع ايه؟ من يوم ما جت المانيا لا قابلته ولا شافته، اشمعنى النهارده يعني؟ هادي، خليك معاها، ما تخليهاش تغيب عن عينك ثانية واحدة. نقابل فريدريك ونعرف منه كل حاجة. طب خالد، خليك هنا. رؤوف معايا.
Tranquilo, my lip. زي كافيه بيتك. فريدريك، يا انا عايز اتكلم معاك. انا اعرفك، احنا اتقابلنا قبل كده. مش مهم، المهم انك تسمعني وما تتحركش من مكانك قبل ما اخلص كلامي. طب ولو خرجت هتخسر كتير قوي ومن غير لازمه. ها، واضح اننا هنتفرج على شو ممتع جدا وجامد جدا. ده متوقف عليك انت. اوكي، انا جاهز ومستعد اسمعكم لحد ما تخلصوا كلام. احنا عاوزين نعرف نبيل فين؟ نبيل مين؟ صاحبك المصري. انا ما اعرفش انتوا بتتكلموا على ايه ولا عن مين بالظبط. لا، تعرف كويس قوي يا فريدريك، وقدامك حاجه من اتنين: يا اما تكسب مبلغ محترم يعيشك كويس بعد كده، يا اما ايه بقى؟ يا اما في ليله ضلمه طلقه رصاص توصلك للاخره في ثانيه. والرصاصه دي يا هتيجي منا يا هتيجي من ولاد عمنا. ثانية واحدة بس، عشان أنا مش فاهم أنت تقصد إيه بولاد عمك دول؟ اللي كنت قاعد مع المندوبه بتاعتهم من شويه قبل ما احنا نيجي. أنا ما كنتش قاعد مع حد، أنا كنت قاعد لوحدي. لويس جولدمان؟ لويس جولدمان؟ لا، ما أعتقدش إن أنا أعرف واحدة بالاسم ده. اللي كانت لابسه نضاره سودا، لحقت نسيتها بسرعه كده. يكونش قصدك على البنت الحلوة اللي كانت لابسة نضارة سودا دي وكانت لابسة أسود في أسود؟ قلت لي اسمها كان إيه؟ ما علينا، ده مش موضوعنا. احنا جايين لموضوع تاني خالص. اللي هو إيه بقى؟ عايزينك تتعاون معانا. أتعاون معاكم؟ أتعاون، بس الأول أعرف أنتوا مين بالظبط؟ احنا قرايب نبيل، أصحاب. ايجيبشن. أيوة يا فريدريك، ايجيبشن. أغبياء. أنا قلت لهم الكلام ده بس هم ما صدقونيش. هم مين دول؟ ما علينا، مش هو ده موضوعنا، خلينا في موضوعنا. انتوا قلتوا لي بقى انتوا عايزين معلومات عن حد اسمه نبيل، صح؟ مش نبيل بس، والراجل صاحب العربية المرسيدس اللي دبس نبيل في قضية المخدرات، واللي انت شاركت فيها لما نزلت مع البوليس وركبت معاهم العربيه. البوليس اللي ما طلعش بوليس، فاكر؟ بأمارة لما اديتهم فلوس. ما انتوا عارفين كل حاجه اهو. صح يا فريدريك، كل حاجة. قول لنا بقى نبيل فين؟ عارفين؟ زمان كنت عايش في ألمانيا الشرقية.
وكنت عضو بارز في الحزب الشيوعي هناك، وكنت شغال مع المخابرات الروسية الKGB. بصراحة كانوا بيدفعوا لي كويس قوي. لما الامريكان بقى طلبوا مني ان انا اهرب من المانيا الشرقية على المانيا الغربية، وطلبوا ان انا اشتغل معاهم كمان، بصراحة عرضوا عليا مبلغ كبير قوي. كان صعب عليا اني ارفضه. اصل انا عندي عيب وحش قوي، وعيب خطير، ونقطة ضعف جامدة جدا: الفلوس. جيلد ماين ليبي. انا اي حد يدفع لي فلوس اكتر والاقي بيبقى ليه على طول. وادي له عينيا. احنا هندفع لك على قد ما هتقول. على فكرة أنا بحب مصر جدا من زمان، من وأنا صغير في المدرسة قريت عنها كتب كتير قوي، عن الأهرام وأبو الهول والأقصر وناصر. ناصر 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 أنا المعلومات اللي عندي تساوي 25,000 دولار كاش. انت قلت كام؟ 25,000 دولار كاش. انت مش شايف ان المبلغ ده كتير شويه؟ انتوا اللي طلبتوا، انا قدمت عرضي، عليكم بقى ان انتوا تدرسوا العرض دوت وتشوفوا اذا كان يناسبكم ولا لا، وساعتها بقى هتردوا عليا ونقعد مع بعض ونفتح مواضيع اوكي. معلش انا مضطر اسيبكم وامشي، انا اصلي بلتزم بمواعيدي قوي. طبعا لو احتجتوني في اي وقت عارفين تجيبوني منين او فيدرزي. شكله ما يعرفش لويس جولدمان. وده يخلينا نسأل سؤال: لويس كانت بتعمل ايه جوه؟ وناوي على ايه؟ فندم، فريدريك كشفني. مش مشكلة، اللعب دلوقتي بقى على المكشوف. طب احنا هنتصرف ازاي دلوقتي؟ ولا حاجة، الفلوس اللي هو طالبها كتير قوي، انا لازم اتصل بمصر واخد موافقته.
ده سبق يا فندم، سبق بيننا وبينهم. اللي هيكسبه هيعرف يوصل لنبيل ومين اللي بيحاول يحركه. هحاول يا فندم، ولو اني شايف ان المبلغ ده يعني مش مهم دلوقتي. حاضر هحاول. مع السلامة. عملت معاهم ايه؟ موافقين، بس عايزيننا نقلل المبلغ على قد ما نقدر. متهيألي هنقدر نوصل مع الاتفاق. المهم نوصل لنبيل. أبو خالق. أيوة يا فندم، يلا بينا على المينا. عارف الشركة اللي بيشتغل فيها؟ عارفه يا فندم. أول ما ننزل أنت ورؤوف تنزلوا تجيبهولي. شيرلي هيمن يا فندم. مالها؟ اختفت. اختفت يعني ايه؟ بتقول عربيتها فين؟ على الكورنيش يا فندم، على بعد 5 كيلو من هنا. في عمارات ومحلات على ناحيه، والناحيه التانيه نادي اليخوت. انا قلبت الدنيا وفتشت كل حته، لكن ملهاش اي اثر. بتقول نادي يخوت؟ ايوه يا فندم. يبقى اكيد هنا. المسافه بقول لحضرتك ان هي بعيده، يعني مش معقول هتمشيها. انا متاكد انها هنا، بس فين؟ فين؟ دول جايين علينا يا فندم. استنى عندكم. في ايه يا سيد عبد؟ في يا فندم. جيب ارجعوا. ايه في ايه؟ جبت الفلوس؟ يلا بسرعة على العربية. يلا يا سيد عبد. سيد عبد يلا يا سيد عبد، يلا بسرعة.
خالد، اطلع بسرعه خالد. سيد عادل، يلا بسرعه يلا. اطلع بسرعه يا عبد الخالق. اطلع على نادي اليخت بسرعه. انت متاكد من المكان؟ ايوه يا فندم، العربيه كانت واقفه هنا. لحقت بنت الكلب. اطلع على الاورنج كلاب. يا سيد عادل، اكيد حد خد نمره العربيه والفيسبا اللي اتثبت في المينا. يعني كلها كام ساعه والبوليس يوصل لنا، احنا لازم نسيب البلد دي فورا. دي اخر فرصه عشان نوصل لنبيل. اطلع. المحل اتباع وهيقلبوه سوبر ماركت، وايزاك ده محدش عارف له عنوان. تحب حضرتك اروح لتشيرلي هاي من البيت؟ اكيد سابت البلد وسافرت. Miss Goldman? Yes. There was a call for you from Israel. Please. Thank you. لويس جودمان، مين معايا؟ هاي لويز، أنا ليفي شمير. أنا بهنيكي على عملية نظيفة وناجحة 100%. شكرا ليك ميجر ليفي. على فكرة أنا معايا واحد عايز يكلمك. هاي لويز. شلومو؟ أنا بهنيكي وبشكرك على تعاونك معايا في العملية بتاعتي. دارلينج، أنا ما كنتش بتعاون معاك، أنا كنت بعمل مهمة اللي بقبض عليها وبعملها أحسن من أي حد. بلاش الغرور يركبك لحسن نهايته وحشة قوي يا لويز. باي شلومو. اتصفيتوا؟ ايزاك اخباره ايه؟ إيزاك قفل مكتب هامبورج ونقل هو وطاقم العمل كله على روما. كده يبقى صفحة هامبورج اتقفلت. وانت ناوي تعمل ايه بقى مع اللي اسمه نبيل ده؟ هخفيه لحد ما المصريين ييأسوا ويفقدوا الأمل في إنهم يلاقوا.